السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة خالد كورة. اليوم عندنا ردة فعل على اللاعب يوسف أكتشيشك. طبعا مثل ما ظهر لكم الصورة، يوسف أكتشيشك يا رب نطق اسمه صح، إنه هلالي رسميا. اليوم راح يصير ردة فعل عنا، وراح أعطيكم إحصائياته بإذن الله، بتشوفونه هنا بإذن الله على نهاية المقطع. بسم الله، خلينا نشوف مهاراته و دفاعه وتدخلاته الناجحة. هذا طبعا لقطات له. لاعب اللي ما يعرف فنربخشة ما شاء الله، ولاعب جنب لاعبين ما شاء الله فنانين. نشوف لاعب المرور، العب لا مهاري، ذا مدافع مهاري. حلوة التمريرة، حلوة جدا 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 التمريرة. العب سحب فيه تسحيب، التمريرة برضو جيدة دي ما شاء الله. لاعب يعرف يمرر ترى. هنا انتهى المقطع. طبعا اللاعب ما شاء الله تبارك الله جديد بعمره الصغير، لازم أن يتأقلم مع الفريق، وإن شاء الله إنه يكون لاعب ممتاز. وأنا من نظرتي أشوف إن اللاعب صراحة من مقارنة له لقطات ممتاز. بتقول هذه لقطات يا خالد، بس إنه لقطته قوية. خالد لقطته قوية ما شاء الله، ممتازة ومناسب للهلال برضو. تخيل عندك يوسف أكتشيشك وكولوبالي وتومبكتي، مستحيل أحد يمر يا ناس. والله صفقة ما شاء الله مجنونة جدا جدا جدا. فهذا رأيي وقلت لكم مثلا بتشوفون إحصائيات، هذه إحصائيات طبعا فنربخشة في الدوري. شفتوا ما شاء الله عليه. وإذا كان مشارك بدوري أبطال أوروبا هذه لقطات، بس ما أتوقع إنه مشارك بدوري أبطال أوروبا فنربخشة كان. بس والله لاعب ما شاء الله تبارك الله، لاعب فتيت وأعرف إنزاجي بإذن الله إنه بيوظفه صح. هاي الصفقة صراحة أنا عجبتني أكثر من نونيز، وأكثر من لا مو أكثر من ثيو هرنانديز بس أكثر من نونيز صراحة. وهنا ينتهي مقطعنا. داري مقطع قليل لكن بإذن الله راح أسجل بإذن الله فيديوهات طويلة عشان تستمتعون. لا تنسوا اللايك والاشتراك. يلا مع السلامة.